كنت قاعدة زهقانة وبقالي كتير ما خرجتش، فقلت اما انزل اتمشى كده شوية تحت ما اشوف اسكندرية اخبارها ايه. فقلت هروح جرين بلازا، اتمشى بس شوية كده واشوف الوضع ايه. اروح الاقيهم بيعملوا شجرة الكريسماس. جماعة واحنا فين والكريسماس فين؟ قال لي ده بعد شهر. اه صحيح، انا بصوا تايهة عن العالم. فحبيت كده ان انا اخد لكم مقطع من هناك. زي ما انتم شايفين كده هم كانوا لسه بيظبطوا كده الشجرة وبيحطوا النور، استعدادا بقى للكريسماس. وزينوا الشجر كله اهو بفروع النور برضو. جرين بلازا يا جماعة مكان حلو جدا جدا. بصوا يعني، هو مكان كده اوبن اير، فيه كل حاجة لو محتاجين ان انتوا تخرجوا تتغدوا وتعملوا شوبينج، تخرجوا اطفالكم. بصوا بصراحة المكان كامل متكامل. كملوا بقى معايا الفيديو للاخر، متنسوش تحطوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل فيديو انا بنزله. استنوني في فيديو جديد، هسيبكم مع الفيديو عشان خاطر تشوفوا. انا عامله لكم جوله كامله في المكان برضو عشان خاطر اللي ما راحش هناك قبل كده او اللي حابب يروح. طبعا كمان عايزه اقول لكم هو مكانه في سموحه، طبعا كل الناس في اسكندريه عارفين، ولكن بقى الناس اللي من خارج اسكندريه هو يا جماعه اسمه جرين بلازا، مول جرين بلازا، ده في سموحه. بصوا بقى تحفه جدا، هتروحوا هناك هيعجبكم قوي قوي. وكمان في طفطف اللي هو اللي انتوا شايفينه ده، ده لو حابين ان انتوا تركبوا كده بيروح جاي واخدكم جولة في المكان كله. انا قلت برضه اعرفكم عشان لو حد حابب يقضي مثلا الكريسماس هناك، هو في كمان كافيهات كده وبيعملوا بصراحة شوية حاجات هناك يوم الكريسماس. انا قضيت السنة اللي قبل اللي فاتت، كان حلو جدا وكانوا برضو بيحتفلوا. لو حد حابب ان هو يجي يحتفل يعني، وبعدين ممكن كمان ما تدفعوش فلوس لو حابين ان انتوا يعني لو حابين ان انتوا ما تقعدوش على كافيه، عادي ما فيش اي مشكلة، ممكن تتمشوا كده في المول وخلاص، وهتشوفوا برضو الاجواء بتاعة الكريسماس. طبعا بقى ما ينفعش تكونوا في جرين بلازا وما تروحوش عند النافورة دي تتصوروا عندها وتشوفوها كده، بصراحة بحبها جدا، تحفة قوي، وكمان كده منظرها بيريح. بجد يا جماعة المكان ده راقي قوي، هيعجبكم جدا ومميز جدا جدا. زي ما انتم شايفين معايا كده، هو كام دور كده؟ تقريبا دورين. في كل حاجة، في كل حاجة انتم محتاجينها. بصوا حتى الأطفال واقفين بيلعبوا، هينبسطوا جدا جدا هم كمان، ويبقى خرجتوا وانبسطتوا وصورتوا خدتوا الصور الحلوة والذكريات الجميلة. ما دفعتوش فلوس لأن هو الدخول مجانا، هو بس لو انتي احتاجتي حاجة أو طلبتي حاجة دي بتحاسبي عليها. وخلاص على كده انزلوا يلا حطوا لايك، في فيديوهات كتير جدا الفترة الجاية، شجعوني.